كنت واقف قدام العربية وقلبي بيخبط بسرعة، حاسس إن داخل فخ متجهز ليه من زمان. الأرنب الضخم بصلي بثبات وبعدين شاور بإيده إشارة بسيطة. على طول الأقنعة اللي وراه اتحركت في نفس اللحظة كأنهم جيش مبرمج. سحبت إيد حبيبة وجريت في اتجاه تاني، بس قبل ما أوصل آخر الشارع لقيت 3 من الأرنب واقفين مستنيين كأنهم عارفين خطواتي قبل ما أخدها. صوت الأرنب جه من العربية بصدى تقيل: إحنا مش مجرد عصابة، إحنا السوق. أطفالكم بيتباعوا من سنين، لكن الجديد إننا لقينا طريقة نخليهم يجوا لحد عندنا من غير ما ندور عليه. كلام واقع عليا زي الصعب. السوق تاجر اطفال. فهمتوا دلوقتي الفيديوهات الغريبه اللي بتظهر فجاه على الاجهزه مش مجرد صدفه، دي وسيله صيد. يجذبوا الطفل قدام الشاشه، ينيموه، وبعدها العصابه تيجي تستلم. قربت العربيه مننا ببطء والانوار اللي قدام ولعت على وشي انا وحبيبي، وبعدين الارنب شال القناع. اللي شفته خلاني اتجمد في مكان. كان عم حسين، الراجل اللي فاتح محل لعب قدام بيتنا وبقاله حرفيا سنين، اللي كنا دايما نشتري منه هدايا في الاعياد والمواليد. الراجل البسيط اللي كل الاطفال بيحبوه، اللي اهالينا بيثقوا فيه. بس وشه تحت القناع كان حاجه تانية، عيون غريبه وبارده كانه فاقد اي مشاعر. ابتسم وقال لي بهدوء مرعب: انا اللي ببيع الدهب، واللي بيشتريه مش اطفالكم، لا، اللي بيشتريه ناس اكبر واخطر من انك تتخيل. وبص لي بنظره طويله قبل ما يضيف: الهروب خلص يا ابني، دورك دلوقتي مش الهروب، دورك تبقى جزء من الصف. كلماته فضلت ترن في وداني وقلبي بيترعب بين الغضب والرعب. بس اللي صدمني اكتر ان تحت الجاكيت الاسود بتاعه ظهر جزء من زيه الحقيقي، شاره صغيره متعلقه على صدره، شاره كده ما تتنسيش، شعار الدار. اتجمدت مكان. عم حسين تاجر الاطفال طلع ظابط في الدار. الاهالي اللي كانوا واثقين فيه وكانوا واثقين في القانون نفسه، المحل بتاع الالعاب كان مجرد غطا، وسلطه الدارك كانت هي اللي بتحميه من اي حد يشك فيه. ضحك ضحكه رخمه. هو شايفني باصص للشار وقال لي: فاكر انك تقدر تبلغ؟ مين اللي هيسمع؟ مد ايده على قناعه ورجعه على وشه واضاف: انا القانون هنا، واللي ضدي يبقى خارج اللعب. الدم فرفع عروقي وحسيت لاول مره ان العدو مش مجرد عصابه، العدو السلطه اللي المفروض تحمينا. مسكت حبيبه جامد وهمستلها: اسمعيني، لو جرالي حاجه اياكي تقف، اهربي لابعد مكان وما تبصيش وراك. الارانب المقنعين قفلوا علينا من الناحيتين، وانا عارف ان دي لحظه المواجهه اللي مفيش بعدها رجوع. لكن جوه رعب اللحظه دي اتولدت جوايا قوه غريبه، قوه مش طبيعيه، من ان اختي الصغيره ورايا وان حياتها كلها بتتوقف على اللحظه دي.